ردود الفعل الغاضبة والمصدومة في الأوساط الإعلامية والرياضية التونسية عقب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب التونسي أمام نظيره البلجيكي. السلام عليكم مشاهدي الكرام. ليلة سوداء تعيشها تونس بعد الهزيمة الغير منتظرة والتي دارت واحد الضجة في تونس بنتيجة 5 أهداف ثقيلة جدا في إطار الاستعدادات لكأس العالم. فيما يلي تحليل الأداء الدفاعي الكارثي لأداء الدفاع التونسي. المنتخب كان صفر الأخطاء التكتيكية الفادحة في محور الدفاع، حيث ظهر غياب تام للانسجام بين الثنائي عمر رقيق ومنتصر الطالبي، بالإضافة إلى سوء التغطية في الأروقة والأطراف، مما جعل المنتخب صيدا سهلا للاعبي بلجيكا، وتحديدا اللاعب دوغو الذي كان حاسما في صناعة الأهداف. مشاهدي الكرام، الانتقادات موجهة للإطار الفني. طالت الانتقادات الناخب الوطني صبري الموشي، حيث استغرب المحللون لجوء المدرب إلى تجربة عناصر جديدة أو إجراء تغييرات تكتيكية في توقيت حساس جدا قبل انطلاق المونديال. اعتبر البعض أن هذه الهزيمة فاضحة ومؤشر خطر على الحالة المعنوية للاعبين قبل انطلاق البطولة الرسمية، مشير إلى أن الفريق ظهر خارج الموضوع أو خارج النص وبدون ردة فعل تذكر بعد تلقي الأهداف. التخوف من تداعيات الهزيمة. عبر المتحدثون والناقدون الرياضيون عن قلقهم من تأثير هذه النتيجة على نفسية اللاعبين، خاصة مع اقتراب موعد كأس العالم، مع التأكيد على أن المنتخب افتقر إلى التنظيم الدفاعي وخط الوسط، وأن النتيجة كانت قابلة للارتفاع لولا لطف الله ولولا الحظ، وأن اللاعبين المختارين يمثلون أحسن ما هو موجود، ولكن ضعف الأداء يعكس الفجوة الكبيرة بين المستوى المطلوب عالميا والواقع الحالي. فالهزيمة بخماسية نظيفة هي ناقص خطر يستوجب مراجعة جذرية من الإطار الفني التونسي قبل فوات الأوان، وأن التحضيرات الحالية لا تبشر بخير إذا لم يترك تدارك الأخطاء التكتيكية والبدنية في أقرب وقت ممكن. فالتونسيون غير نائمين هذه الليلة، وهم على مشارف دخول الاستحقاق العالمي. مشاهدي الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وسؤال لكم قبل توديعكم إلى فيديو آخر: هل كانت النتيجة متوقعة أم كان نتيجة تغييرات في غير محلها؟ اتركوا لنا تعليقاتكم، وإلى فيديوهات لاحقة، ودمتم في الله.